عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن محمد. ده الايميل بتاعي، وده الاكونت على الفيسبوك، وده الجروب على الفيسبوك، وده الاكونت على لينكد ان، وده الموبايل بتاعي، وده اسم الشانل على اليوتيوب اسمه بروجرام كوميونيتي. واي حد عنده استفسار يقدر انه يتواصل معايا. طيب ان شاء الله النهارده هنكمل دروسنا في ايه، في الايمج بروسيسنج باستخدام لغة السي شارب. اتكلمنا الدرس اللي فات كانترودكشن بسيطة عن الكورس ككل، وقلنا ان ده كان محتوى الكورس اللي هو الايمج كونفرتر وريسايز ايمج والكروبنج ايمج والروتيتنج والكالر فلتر والجاما والبرايتنس والكونتراست والجري سكال والانفيرت كالر وايه انسرتنج تكست او ايمج او شيبس. طب ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ايه، عن الايمج كونفرتر. طب قلنا في الايمج كونفرتر ان انا عندي صوره بامتداد معين وليكن بي ان جي، عاوز احولها مثلا جي بي جي او تاي اف او اي اكستنشن اخر. طب مقدمه بسيطه كده، يعني ان انا التحويل ما بين اي اكستنشن او اي جرافيكال ايمج باستخدام السي شارب هو سهل جدا، يعني ما هوش صعب ولا حاجه، وهنشوف ازاي. طيب انا بقول لك تقدر انت تفتح اي ايمج او باي فورمات معين، وان انت عن طريق مجموعه من البروبرتيز موجوده في كلاس اسمها الايمج فورمات جوه السي شارب، ان انت تقدر تحول ما بين ايه الصور دي. طب الكلاس الايمج فورمات دي موجوده فين؟ موجوده داخل نيم سبيس كبير اسمه سيستم دوت دروبنج دوت ايمج. يعني عشان اقدر اتعامل مع الايمج فورمات دي لازم اضيف ايه النيم سبيس ده اللي هو سيستم دوت دروبنج دوت ايه دوت ايمج. طيب لو انا مثلا عندي صوره وليكن هنا في المسار ده، هنا يعني اسم الصوره وليكن اسمه فايل نيم دوت جي بي جي. طيب خزنت الصوره دي في بيت ماب. طيب عاوز بقى اسيف الصوره دي بس بيكون بامتداد ايه وليكن جي اي اف. يبقى هنا اعرف متغير اللي هو الاس تي ار فايل نيم ده، واقول له فايل نيم دوت جي اي اف، واجي اقول له بيت ماب اللي هو المتغير ده دوت سيف، وادوني المسار اللي هو الفايل نيم ده دوت جي بي جي مثلا اللي هو كان دوت جي بي جي. فهنا عدلت خلاص فايل نيم دوت جي اي اف، وادوني ايه الفورمات اللي هو دوت جي اي اف. الفورمات ده هيكون منين؟ من كلاس اسمها الايمج فورمات او الايمج فورمات دوت جي اي اف. ده ان شاء الله شكل الابلكيشن اللي احنا هنعمله. بختار مثلا وليكن ايكون اللي هو الايه الاكستنشن او الامتداد اللي انا عاوز احول من، يعني مثلا عندي صوره ايكون، طب انا عاوز احولها فبفتح اختار الصوره بتاعتي مثلا وليكن على دي واعمل اوبن. هنا في الكومبو بوكس دي بعرض لي برضه فيها مجموعه من اللي هما الاكستنشن، بس بيديني هنا الاكستنشن بتاع الصوره دي. طيب باجي انا بختار بقى الاكستنشن اللي انا عاوز احوله وليكن جي بي جي واقول سيف ايمج. بيفتح لي هنا ويندو عشان ايه اختار المكان، وليكن برضه هسيف على الدي. وهنا كمان بيدي لي ايه نفس الاسم بتاع الايمج ده، يعني الايمج دي كان اسمها انتر اكت. فلو انا حابب ان انا اعدل الاسم بشيل الاسم واعدله، بسيب الاسم زي ما هو وليكن، بسيب الاسم هو وليكن نخليه انتر اكت واحد. قول سيف، قال لي كونفرت ايه سكسس. طيب لو رحت كده على الدي، هنا دي اللي هو الصورة ايه، يعني انا لو عملت فيو مثلا كده ديتيلز، دي الصورة اللي انا ايه كانت بامتداد ايكون اللي انا ايه عاوز احولها. دي الصورة بعد التحويل اللي هو جي بي جي ده بقت بامتداد جي بي جي ايه جي بي جي. لو رحت على البروبرتيز بقت بامتداد ايه جي بي جي. جميل كده. الديزاين بتاعنا هيكون عامل ازاي؟ يبقى عندنا كومبو بوكس، وهنا بوتون عشان اختار بيه الصورة، وهنا كومبو بوكس عشان اختار الاكستنشن اللي هحول ليه، وهنا بوتون عشان ايه اسيف الصورة، وهنا بيكتشر بوكس بعرض فيه الصورة، وهنا ضايف سيف فايل ديالوج عشان يفتح لي اللي هو بتاع السيف فايل ديالوج ده واختار المكان، وده اوبن فايل ديالوج برضه بيفتح لي ويندو كده بختار ايه الصورة بتاعتي. طيب نروح بقى على الفيجوال ستوديو وهنقول ايه نيو بروجكت. هنسمي البروجكت بتاعنا ايمج فورمات ايمج كونفرتر. وهنا بختار ايه المسار بتاعي اللي انا بعمل براوز، او لو انا عندي مسارات هنا بختارها. جميل كده، واقول له ايه اوكي كده فتح معايا الفورمه بتاعتي.
وبروح على البيلبورد بتاع الفورمة وعلى الستارت بوزيشن وبخليه سنتر سكرين، وعلى التكست واخليه ايه ايمج بروسيسنج ايمج ايه كونفرتر. جميل كده. وبروح على اللي هو الماكسمايز بوكس ده وبخليه فولس، وبروح على الفورم بوردر ستايل وبخليه فيكسد 3D. لو رجعت انا قلت احنا محتاجين ايه 2 كومبو بوكس و2 بطن وواحد ايه بيكتشر بوكس. لو رجعت بقى على السلايد وكمان ايه محتاج اللي هو السيف فايل ديالوج والاوبن فايل ايه الاوبن فايل ديالوج. من هنا كده هقول له بيكتشر بوكس بطن كمان بطن هنا كومبو بوكس وده كومبو بوكس 2، وبعد كده ايه اوبن فايل ديالوج واضيفه وسيف فايل ديالوج واضيفه. هنيجي على خاصية التكست بتاع البطن ونخليها ايه open image، وعلى النيم btn open، وعلى البطن التاني هيكون النيم بتاعه btn safe، وعلى خاصية التكست هتكون save image، والبيكتشر بوكس من هنا، وعلى خاصية اللي هو السايز مود هنخليها stretch image، وهنروح على البروبرتيز وعلى خاصية البوردر ستايل وهنخليها فيكسد 3D سوري فيكسد سنجل، وهنروح على خاصية النيم بتاع الكوم بوكس الأولانية وهنسميه ايه CMB from، يعني ده النوع اللي انا هحول منه او الاكستنشن اللي انا هحول منه، والكوم بوكس التانية هتكون CMB2، والبيكتشر بوكس اللي هتكون ايه big image. وهنروح على خاصية يعني هنحدد الاتنين كومبو بوكس دي، وهنروح على خاصية الدروب داون ستايل وهنخليهم دروب داون ايه ليست، وهنروح على النيم بتاع الاوبن فايل ديالوج على خاصية النيم وهنسميه OFD choose image، وخاصية الفايل نيم دي وهنخليها ايه فاضي كده، وعلى السيف فايل ديالوج هنخليها SCFD خاصية النيم save image. واضح كده ده ايه ده الديزاين. نرجع بقى كده على السلايد ونبص على الكود. اول حاجه ايه هنضيف ايه اللي هو النيم سبيس بتاع الايمجنج عشان اتعامل مع ايه كلاس الايمج فورمات، فهنروح نضيفه. هنقول هنا كده فيو كود، وهنيجي في النيم سبيسز هنقول له ايه using system دوت ايه يعني هنا دوت drawing دوت ايه دوت image، وده لازم اضيفه عشان اتعامل مع ايه كلاس الايه الايمج فورمات. طيب نرجع تاني ونبص على الكود ده. عملت هنا ايه string array سميتها image formats، يعني دي الفورمات. انا اخترت اللي هو الجي بي جي والبي ان جي والايكوال بي ام بي والتي اي اف والجي اي اف، وضفت اللي هو الفورمات دي فين في الكومبو بوكس بتاع اللي هو الفروم اللي انا هحول منه، والكومبو بوكس بتاع ايه التو اللي انا هحول ليه. طيب نرجع بقى على فيجوال ستوديو وهنعرف string array وهنسميها ايه image formats. عندي اول حاجه اللي هو ايه جي بي جي والبي ان جي والبي ام بي والايكو، وبعد كده اللي هو ايه جي اي اف، وهنا ايه التي اي اف سوري التي اي اف. جميل كده.
ولا بعد كده هنقول السي ام بي فروم دوت ايتمز دوت اد رينج، واد رينج دي بياخد مني كولكشن او اوبجكت، يعني من نوع بياخد مني اري من نوع اوبجكت، فانا هنا هضيف له بقى اي اوبجكت سواء بقى انتجر او ايه سترينج، فهنا هديله ايه سترينج اللي هو الايمج ايه الايمج فورمات الايمج فورمات. وكذلك السي ام بي 2 دوت ايتمز دوت اد رينج وهديله ايه الايمج فورمات. طبعا كده لو عملت ستارت لاحظ معايا كده مفيش حاجه ظاهره فين في التكست، بس هما اتضافوا. كمان ما ينفعش الكوم بوكس اللي تكون متفعله ولا البطن ده متفعل طالما لسه ما اخترتش ايه اي ايمج. طيب فعشان اول ما رن يعرض لي هنا مثلا اللي هو اول واحد اللي هو جي بي جي، هنيجي هنا في الكود وهنقول له ايه cmv from dot selected index بيساوي ايه 0. وهنيجي هنا برضو على اللي هو الكوم بوكس والبطن وعلى خاصية الانيبل هنخليها بايه بفولس. جميل كده. طب نرجع بقى على السلايد. في بطن التشوز ان انا لما اجي اختار الصورة او لما اجي افتح الصورة بتاعتي انا قلت ايه open file dialog dot filter image dot filter. filter ده لما انا بعمل فلتر في الاوبن فايل ديالوج، لما باجي اختار حاجه مثلا لو انا اخترت جي بي جي بيجيب لي كل الصور اللي من جي بي جي، ما بيجيبليش اي حاجه تانية. تمام. فهنيجي هنا نقول له ايه open file dialog dot open image dot filter string dot format، وهنا اللي هو الاسم اللي هو جي بي جي وعلامه اللي هي ايه الاورديني واستريك دوت، وهي برضه بديله ايه الجي بي جي بس ايه دوت لور، يعني بيكون ايه لور. طب استريك دي يعني هات لي اي حاجه من جديد ايه جي بي جي. طب ولما يختار مثلا الصوره هنسيب الكود ده اللي هو التلات سطور دول، هنقول له هنا ايه البيك ايمج والايمج اعرض لي الصوره فين في البيكتشر بوكس، وخلي لي بطن السيف الانيبل بتاعه ترو، وكذلك ايه الكومبو بوكس. وكمان خلي لي اللي هو السي ام بي اللي هو بتاع التو، يعني مثلا لو انا الصوره كانت بامتداد جي بي جي بعد ما اختار الصوره يخلي لي الكومبو بوكس بتاع التو اللي انا هحول لي جي بي جي لحد ما اختار ايه اي نوع تاني. طب نرجع هنا هنروح على بطن ايمج ونقول ايه open file dialog dot filter هيساوي ايه string dot format، والفورمات بتاعي يكون ازاي زيرو وعلامة في المية كده واستريك ودوت وايه واحد. طب هنجيب ده منين؟ من السي ام بي فروم دوت تكست، وفي التانية هتكون اللي هو السي ام بي فروم دوت تكست دوت تو لور. هاجي نقول له اف الاو اف دي دوت شو دايلوج يساوي دايلوج ريزلت دوت ايه اوكي، يعني لما يختار صورة واضغط اوكي هنقول له هو ايه البيك ايمج دوت ايمج هيساوي ايمج دوت فروم فايل، وادوه هنا المسار هنجيب منين من الاوبن فايل ديالوج دوت ايه فايل نيم. بعد كده هقول له البي تي ان سيف دوت انيبل هيساوي اللي هي سي ام بي 2 دوت انيبلد هيساوي ايه ترو. تالت حاجة معانا كمان هنعملها ايه هنقول السي ام بي 2 دوت سيلكتد اندكس هيساوي السي ام بي فروم دوت سيلكتد ايه اندكس. نجرب كده. لو اخترت مثلا جي بي جي او اخترت مثلا ايكون ايكو ورحت مثلا على دي، شوف هنا ما جابليش الا الصورة اللي ايه بامتداد ايكو اوبن. واضح كده؟ طيب بعد كده هنروح على ايه كود السيف. كود السيف برضو نفس اللي كنت بعمله فين في كود الاوبن،
انا هدي السيف فايل ده الفلتر، يعني مثلا انا هسيف الصورة بامتداد ايكو، فهديله الفلتر ده بامتداد ايكو، والاسم اقول له فايل نيم. طب وهنا بقى هعمل ايه؟ سويتش على القيمة اللي موجودة في الكومبو بوكس اللي هو السي ام بي 2 اللي انا هحول ليه. لو كان جي بي جي هسيف الصورة بامتداد جي بي جي. يعني كده طب نيجي في البطن هنا هنقول له ايه سيف فايل ديالوج دوت فلتر هيساوي سترينج دوت فورمات. طب جميل، تعالى ده هيتكرر، هنجيب ده هنا كده من هنا كوبي اهو، وده هيكون سي ام بي 2 وده سي ام بي 2 كده مفيش مشكلة. وهاجي هنا اقول له اف الاس فايل ديالوج دوت شو ديالوج كان يساوي ديالوج ريزولت دوت اوكي. تعالى هنا بقى اعمل لي سويتش على اللي هو سي ام بي 2 دوت تكست كيس. لو كان جي بي جي اعمل هنقول له بيك image دوت سيف بياخد منه الفايل نيم، فالفايل نيم هنقول من السيف فايل ديالوج دوت فايل نيم. هل كده في مشكلة؟ طب والايمج فورمات هيبقى ايمج فورمات هي جي بي جي، هيكون دوت جي بي جي. وبعد كده نعمل بريك. هل كده في مشكلة؟ طب ده هيتكرر، هناخد ده كده ستارت وده كوبي اهو، معايا كده. تاني حاجة هتكون وليكن اللي هو البي ان جي، فده هيكون بامتداد بي ان جي. طيب ده هيكون بامتداد ايكو، لو كانت ايكو سيفولي بامتداد ايكو. طيب جي اي اف طيب لو كان الامتداد اللي هو التي اي اف فده هيكون تي اي اف. طب اخر حاجة معانا كانت قلنا هنعمل ست اللي هو الجي بي جي والبي ان جي والايكو والجي اي اف والتي اي اف واللي هو البي ام والبي ام بي. طب لو كان ده بي ام بي هيكون بي ام بي. وعندي حالة ديفولت، في الحالة الديفولت دي لو في ايرور هنقول ديفولت، لو في ايرور طلع لي مسج بوكس في ايرور. نعمل كده وهنا اقول له ريتيرن عشان لو في ايرور منفذش اي حاجة تاني. وبره هنا خليه يطلع لي مسج بوكس هنقول له convert success. جميل كده. لو عملنا ستارت، لو اخترنا مثلا صورة بامتداد ايكو وقلنا اوبن ايمج ورحنا على الدي مثلا اخترنا اللي هو الانتر اكت ده. طيب لو جيت بقى احولها لتي اي اف سيف ايمج هيفتح لي هنا. طيب لو رحنا على في الابلكيشن التاني ده اللي هو الاول ده، لما باجي اسيف بيجيب لي اسم اسم الصورة هنا. طب هنعرف ازاي بقى نعمل دي. هنا تحجي نسيف هنا مثلا سيفها بالاسم اللي هو جي جي ده سيف، قال لك كونفرت سكسس. لو رحت تعديه ده اللي هو التي اي.
طب نرجع بقى كده، انا عاوز بقى اول ما اجي اسيف يجيب لي الاسم بتاعها فين، يبقى اسم الصورة يجيبه. لو رجعنا هنا تاني على اللي هو السلايد دي، شايف اللي هما التلات سطور دول والمتغير ده، دول بينفذوا لي كده. انا عندي الفايل نيم ده بيكون فيه المسار ده بيكون فيه الاسم. يعني بيكون مثلا دي نقطتين سلاش، وليكن في فولدر تاني ايمج سلاش واسم الصورة، ولكن اسم الصورة كان انتر اكت دوت مثلا الاكستنشن اللي هو دوت جي بي جي، فالاسم والاكستنشن موجودين في اخر اندكس. طيب هنعرف بقى متغير. طبعا هنروح هنا في الاوبن هنقول برايفت string image name وليكن كما ديفولت كده، وهنيجي هنا هنعرف array string arr هيساوي اللي هو ال في دي دوت فايل نيم دوت سبليت. سبليت دي بيعمل ايه؟ يعني بيقسم لي النص اللي جاي اللي هو المسار. طب انا هقسم بناء عن ايه؟ عن السلاش او الباك سلاش، فهنضيف قانون واحدة عشان الايرور. جميل كده. طب قلنا ان الاسم والاكستنشن موجودين فين؟ في اخر حاجة، فانا برضه هعمل سبليت على الاسم والاكستنشن، هعمل string ياخد array واسميها ايه؟ name هيساوي ال arr of ال arr دوت length بس ناقص ايه؟ ناقص واحد دوت سبليت. هعمل سبليت عليهم بس المرة دي هيكون بايه؟ بالدوت. طب هنا بقى معايا الاسم في الاري بتاع النيم، بقى معايا الاسم والامتداد. الاسم موجود في اول اندكس والامتداد في اخر اندكس، فهنا اقول له ايه بقى؟ الايمج نيم هيساوي ايه؟ النيم اوف الزيرو. وهنا هاجي هنا بعد الفلتر ده في السيف اضرب له اس اف دي دوت فايل نيم يساوي ايه؟ الايمج نيم. نلعب بقى F5. لو مثلا اخترت من ايكون مثلا قلت له اوبن ايمج، اخترت انتر اكت دي، لو كده اسيف ولكن امتداد اللي هو جي بي ام بي سيف، جاب لي هنا ايه؟ الاسم. ولاحظ كده ان انا في نفس المكان كان في صوره اللي هو بتاع الانتر اكت بامتداد الايكون، وبرضه فاهم الصوره بامتداد اللي هو جي بي جي، بس انا عامل فلتر بالبي ام بي، ما بتجيبليش انا الا الصور او الحاجه اللي بامتداد ايه؟ البي ام بي. سيفت الاكسس سكسس. لو جيت دلوقتي واخترت بي ام بي وقلت له اوبن ايمج هيجيب لي ايه؟ الامتداد بي ام بي. جميل كده. يبقى ده كود السيف، وده كود اللي هو التشوز، وده كود في اللي هو الكونستراكتور، وده الديزاين، وده انترودكشن بسيطة. اتكلمنا النهارده عن ايه بقى؟ الايمج كونفرتر. وبكده هيكون الدرس ده انتهى. يا رب تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.